نلعب في حدود الدقيقة 43 في آخر لحظات المرحلة الأولى. التعادل 0-0 تحيل على الفريقين. النادي الرياضي القسنطيني الجزائري الأخضر والأسود أمام الفريق البرتقالي والأبيض نهضة بركان. عادل تحيف كاميرا أمام منذر طمين بوجود ركلة مرمى لفائدة زكريا بوحلفاية حارس مرمى النادي الرياضي القسنطيني الجزائري في آخر لحظات المرحلة الأولى هو رباعوش، وكذلك لاعب مصر مرباح بن شعيرة على الجهة اليمنى، وعن طريق لاعب مداحي رقم 12 والعودة إلى المنطقة الخلفية للاعبي نادي الرياضي القسنطيني الجزائري زكريا بوحلفاية الذي أثبت بجدارة في حراسة مرمى النادي القسنطيني، وكذلك المنتخب الجزائري الأول كما هو حاله لمنير الكجوي المحمدية حامي عرين مرمى المنتخب المغربي. الكرة في المنتصف، الكرة مغربية اتجاهات جزائرية على الجهة الوسطية. بن شعيرة رقم 6 انطلق على الجهة اليمنى، مرر في اتجاه زكريا بن شعة ودفاعات الفريق البرتقالي.